السلام عليكم ورحمة الله. هل بالفعل ابتعد النجم ياسين عدلي لاعب نادي الميلان عن منتخب الجزائر؟ وما هو السبب؟ وما الذي دفعه إلى هذه الخطوة؟ هنعرف كل تفاصيل في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ ما تنساش إنك تشرفنا وتشترك معنا في القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر لأكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. يتجه نادي الميلان إلى إبعاد ياسين عدلي عن منتخب الجزائر لفترة طويلة، وينوي الريسونيري أو نادي الميلان القيام بخطوتين تجاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي ينوي ضم اللاعب في الفترة الحالية بأي طريقة ممكنة. وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة جدا أن النجم ياسين عدلي في الوقت الراهن لا يملك أي حلول من أجل المشاركة أساسيا مع نادي الروسينيري في الفترة المستقبلية، مما جعل إدارة نادي الميلان تضع اللاعب على قائمة اللاعبين المعروضين للإعارة أو المعروضين للبيع في الموسم المقبل. جميع المسؤولين داخل نادي الميلان اعترفوا بأن اللاعب من المستحيل أن يفيد نادي الميلان رياضيا، ولذلك سيعيروه إلى أي ناد، وإن تألق هناك فسيبيعونه إلى هذا النادي ويستفيد منه ماديا. وفي حال تنفيذ هذه الخطة مع اللاعب ياسين عدلي من تجاه أو من قبل نادي الميلان، فإن الخاسر الأكبر هو منتخب الجزائر الذي سيجد نفسه أمام لاعب لا يشارك أساسيا ولا يشارك أساسا مع أي ناد لفترة طويلة. وكمان اللاعب لن يفكر في مستقبله الدولي إن انتقل إلى ناد آخر، بل سيفكر في التألق أولا مع هذا النادي وفرض نفسه أساسيا. هنالك مشاكل كبيرة تطارد اللاعب ياسين عدلي، وذلك منذ أن انتقل من نادي بوردو الفرنسي إلى نادي الميلان الإيطالي، وشارك في 4 مباريات فقط مع النادي الإيطالي، ولكن للأسف الشديد تألق في مباراة واحدة فقط ولم يفرض نفسه في باقي المباريات. في الموسم الماضي كان فرانك كيسيه وطبعا إسماعيل بن ناصر. في هذا الموسم شارك لاعبين بدلا من فرانك كيسيه وإسماعيل بن ناصر يفرض نفسه أساسيا. من المستحيلات أن يشارك مع نادي الميلان. شاركنا رأيك في الكومنتات. هل تتوقع انضمام ياسين عدلي إلى منتخب الجزائر في الفترة المستقبلية أم لا؟ لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.